السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم علي أحمد عبد المالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، عن موضوع مباراة السوبر بتاعة امبارح بتاعة الأهلي وبيراميدز. عايز أتكلم عن نقطة بس معينة اللي حصل امبارح بين لاعب بيراميدز وبين لاعيبة الأهلي. إن لاعب الأهلي وقع على الأرض، وبعد كده لاعب بيراميدز ما رضيش يطلع الكورة. هو الطبيعي ان يعني الطبيعي اللي بيحصل ان اي فريق بيبقى خسران وواحد تاني من الفريق التاني بيقع. ففي الغالب بيعتبر ان ده تضييع وقت. يعني الكلام ده لو كان حصل مع الاهلي كان هيحصل نفس الكلام. يعني لو كان لاعب من بيراميدز وقع والاهلي خسران مثلا واحد ولا اتنين، كان الطبيعي بتاعنا ان هتلاقي ان الاهلي مش هيطلع الكوره، علشان بيعتبر ان الفريق التاني بيضيع وقت. فاحنا ليه بنقول ان اللي حصل ده غلط؟ هو ممكن احنا عشان مثلا اتعودنا ان في لعيبه بتطلع الكوره على اعتبار ان ده روح رياضيه. طب هو الطبيعي ان لما الحكم المباراه يحس ان في لعيب اتصاب اصابه خطيره، مش هو المفروض من الاولى هو اللي يوقف الملعب ويوقف الكوره؟ ولا ان الطبيعي ان اللاعب هو اللي يطلع الكوره؟ تاني حاجه، ان الاهلاويه لو معتبرين ان اللي حصل ده غلط، ان اللاعب بتاع بيراميدز ما طلعش الكوره، ان ده معتبرين غلط، فهم رد على الغلط بغلط تاني. يعني ان ثلاث لعيبه يتلموا على لاعب ويضربوه، فده انت كده رديت على الغلط بغلط. انت لو شايف ان ده غلط هتاخد حقك، بس بالتحكيم بالقانون. بس ما ينفعش تاخد الحق بالايد. فانت كده بترسي حاجه، ان انت كده اي حد يظلمك او اي حد يجي عليك فانت تروح تاخد حقك بايدك. وان الاعلاميين اللي طالعين يشكروا في علي معلول ولاعيبه الاهلي، هو من حقهم ان هم يشكروا في لعيبتهم، ده طبيعي. بس انك تطلع لاعب مثلا ضرب لاعب ان ده قدوه وده حاجه، او ان ده متربي في الاهلي، وده غلط طبعا. ان عمر ما كانت الكوره ان حد ياخد حقه بايده. مش ده الطبيعي اللي احنا اتعودنا عليه. والكابتن مدحت شلبي، يعني هو اصلا جمهور الاهلي، يعني اقول لكم كان في استفتاء معمول بين الكابتن مدحت شلبي وبين الكابتن محمد الكواليني اللي هو المعلق على قناه اون تايم سبورت. تخيلوا ان الاستفتاء كان معظمه رايح ناحيه الاستاذ محمد الكواليني لصالح النادي. يعني كان جمهور الاهلي كان مؤيد الاستاذ محمد الكواليني على كابتن مدحت شلبي. فانت اصلا كده كده يعني كابتن مدحت، يعني جمهور الاهلي مش حاطك في الاولويه، وانت كمان طالع تقول ان مباراه السوبر افضل مباراه سوبر شفتها، ومش افضل مباراه. اصلا جمهور الاهلي مقتنع ان المباراه كانت ضعيفه، والمباراه اصلا رئيس مجلس ابو ظبي طالع يقول ان القيمه التسويقيه بتاعت المباراه قلت جدا، يعني المباراه ما حصلتش على التسويق اللي هم كانوا متوقعينه لو كان في الاهلي والزمالك. فانت طالع تقول ان المباراه كانت افضل سوبر شفته. انت كده بتصير التعصب بين الاهلي والزمالك. اصلا جمهور الاهلي زي ما قلت ان هم اصلا مش حاطينك في كاولويه بالنسبه لهم، وانت كده خسرت، بالتالي خسرت جمهور الزمالك. يعني انت كده خسرت جمهور الاهلي وخسرت جمهور الزمالك، فانت كده يعتبر ايه اللي ما كسبتش حاجه. فالكلام عن حته اللي احنا اللي حصل ده، لو الجمهور الاهلي معتبرين ان اللي حصل من لاعب بيراميدز ان هو ما طلعش الكوره، ان ده ان ده ما فيش روح رياضيه، فهم رد على الغلط بغلط تاني، ان هم الثلاث لعيبه يتلموا على لاعب ويضربوه. فده غلط طبعا، لان انت ممكن لو الحكم ده كان اجنبي، هم جاب لكم حكم مصري. فلو كان حكم اجنبي مثلا كنا متوقعين، كنا ممكن مثلا يطرد واحد يطرد اتنين بسبب اللي حصل ده. فانت ما تردش على الغلط بغلط تاني. ف والحكم لو كان شاف الحاجه دي غلط، لو كان شاف ان اللاعب بتاع الاهلي مصاب اصابه خطيره. طب ايه الاصابات الخطيره اللي احنا اللي احنا ان الفيفا قالت عليها؟ لو اللاعب ده مثلا اتصاب اصابه في دماغه، ان اللاعب ده سقط بدون كوره، تمام. ده لو الحكم كان شاف حاجه زي كده كان مثلا وقف الملعب، كان طلع الكوره بره. اما مش ينفع انت تروح تتلم على اللاعب وتضربه، وكمان بتطلع لعيبتك قدوه. ما احنا عندنا كروح رياضيه، يبقى احنا لازم نقول اللي لينا واللي علينا. عمر ما كانت الروح الرياضيه انك تجامل فريقك او انك تفضل تشكل في فريق حتى لو ما كانش فيه ميزات. يعني انا كزملكاوي، مثلا لو الاهلي كسب بروح اقول لزمايلي اللي هم الاهلاويه الف مبروك، وهم برضه لو الزمالك كسب، هم اصحاب الاهلاويه هيقولوا له مثلا الف مبروك. ده لو اعتبرنا ده روح رياضيه ماشي. بس الروح الرياضيه مش معناها ان انا مثلا هي اجامل فريق غيري، ان انا افضل اشكل في فريق غيري على حساب فريقي انا ممكن اقول على ميزه، على حاجه كويسه في الفريق اللي قدامي. مثلا اقول مثلا ان الاهلي امبارح كان مثلا محمد الشناوي كان نجم المباراه، كان مثلا اللاعب الفلاني كان كويس، الجمهور كان بيشجع مثلا كذا. يعني اشكر في الحاجه اللي هي الكويسه،
وبحيث ان انا الجمهور الفريق بتاعي استفاد منها. الله، مش ما ينفعش مثلا كزملكاوي ان انا اطلع اقول على حاجه في الاهلي ما حصلتش. يعني مثلا اللي حصل من جمهور الاهلي ده، اعتقد ان معظم الناس معترض عليه، ان هم الجمهور يفضل يقول كلمه كده. يعني ما ينفعش لما احنا اللاعب لما عمل حاجه غلط اتوقف 12 مباراه علشان لجنه الانضباط شافت ان ده غلط، فيجي الجمهور كله يقول نفس الكلمه. فانت كده يعني بتزود الغلط اكتر، وده ما ينفعش. احنا لو عندنا روح رياضيه مش هينفع نعمل حاجه زي كده.